اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة كحك العيد، هنعمله بطريقة وبتركات كده مهمة جدا جدا، يعني أهم من انتي تعرفي مقادير الكحك. لا، أهم حاجة ان انتي تعرفي تعمليه ازاي، لأن في تركات كده هي اللي بتفرق معاكي في انه يطلع معاكي كده دايب وخفيف وحلو. مش مقادير كده بتحطيها على بعضها يطلع معاكي كحك، لا، في تركات كده وفي طريقة معينة بتتعمل بيها عشان يطلع معاكي كحك وناجح، كحك ناجح كده ودايب. تمام. طبعا كل حاجة هقولها لكم انا هعمل هنا يعني المعايير بالميزان، وهقول لكم على يعني بالميزان وبالكوباية، عشان اللي عنده ميزان تمام واللي ما عندوش يعاير بالكوباية، ما فيش اي مشكلة. بس عايزة اقول لكم الحلويات عموما ونواعم العيد والحاجات دي بالميزان بتبقى احسن بكتير. نبدأ كده، نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نحط لايك للفيديو، ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتيش فيها، وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديدة. أول حاجة أنا هعمل هنا الكحك 2 كيلو دقيق. طبعا أنا هقول لكم على مقادير كيلو الدقيق، وهسيب لكم برضو في صندوق الوصف مقادير كيلو الدقيق، وتزودي براحتك. لو عايزه تعملي نص كيلو هتاخدي نص الكميه، لو عايزه تعملي 2 كيلو هتضاعفي الكميه. تمام. انا هنا هعمل 2 كيلو دقيق، هيطلعوا معايا حوالي 3 كيلو ونص ل 4 كيلو كحك. تمام. انتي هقولك على معايير الكيلو واحد، وطبعا تضاعفوا بقى زي ما انتوا عايزين. هتعملي 2 كيلو تخلي المقادير دي مرتين، هتعملي 3 كيلو تخلي المقادير 3 مرات. تمام. اول حاجه كده انا عايرت الدقيق، وزنت كده بالميزان 2 كيلو دقيق علشان الكحك يطلع معاكي كويس ومظبوط. اهم حاجه نوع الدقيق يكون كويس. تمام. اهم حاجه تجيبي دقيق يكون كويس، يعني يكون مخصص للكحك والبسكوت عشان يديكي نتيجه كويسه. تاني حاجة السمنة برضو يكون نوعها كويس عشان ما تديكيش طعم او ريحة مش قد كده. يعني برضو مهم جدا ان انت تختاري نوع السمنة بتاعك، مش مشكلة يكون سمنة فلاحي بلدي او سمنة نباتي، يعني اللي انت تستعملي سواء بسمنة نباتي او حيواني او زبدة زي ما انت عايزة. بس الكحك يفضل ان هو يتعمل بالسمن، والسمنة بقى زي ما انت عايزة حيواني او نباتي ما فيش اي مشكلة، ممكن تعملي خليط ما بين الاتنين. بس اهم حاجة تكون سمنة كده ريحتها كويسة. حتى لو انت هتستخدمي ريحة السمنة البلدي في الكحك، برضو لازم يكون السمنة بتاعتك تكون ريحتها كويسة. انا هنا هستخدم روابي بطعم القشطه، حلوه جدا، جربتها في كوبايه دقيق كده وعملت بيها. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا وريحتها تجنن. فلو انت هتستخدمي سمنه نباتي هاتي اللي هي بالقشطه دي، روابي بالقشطه حلوه جدا وعن تجربه. طبعا لو انت ليكي نوع سمنه مخصص متعوده عليه خلاص ما فيش اي مشكله، والناس اللي بتعمل بلدي يعني طبعا احسن حاجه بالسمنه اللي هي الفلاحي. لو انت عايزه تعملي الخليط من ده على ده برضو ما فيش اي مشكله. تمام. انا هعمل من ده على ده، يعني هحط سمنه راب اللي هي بالقشطه دي على سمنه فلاحي. الخليط ده حلو جدا. ولو انت هتستخدمي نباتي بس فالرواب اللي بالقشطه دي احسن حاجه، يعني جميله جدا بصراحه. انا السنه اللي فاتت استخدمت كريستال البيضه وحطيت عليها سمنه فلاحي. عايزه اقول لك اللي هي بالقشطه دي حلوه جدا جدا. لو هتستخدميها برضو في جميع الكحك، يعني لو هتعملي الكحك الساده بالعجوه، احنا طبعا هنعمل عجينة واحدة وهنطلع منها بالعجوة، وهنعمل منها بحشوة الملبن والمكسرات والجواهر، وهنعمل منها يعني بحشوات مختلفة. تمام كده خلاص. انا قلت لكم على الدقيق والسمنة. تعالوا بقى اقول لكم على مقادير كيلو الدقيق. يبقى انا هقولك على مقادير كيلو الكحك عشان يطلع معاكي كده كحك دايب كده وناعم وخفيف وفي نفس الوقت ماسك نفسه. هتمشي على المقادير والطريقة بتاعتنا هيطلع معاكي احلى كحك. المقادير لكيلو الكحك هو كيلو دقيق مخصص للكحك والبسكوت، عليه 550 جرام من السمنة، وكوباية الا ربع حليب او مية او حليب على مية، معلقتين من السكر، نص معلقة صغيرة خميرة، نص معلقة صغيرة خميرة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقتين او 3 معالق كبار سمسم محمص، وكيس فانيليا، وريحة الكحك. وهقول لكم ان انا بفضل هنا ريحه الكحك تكون اللي هي التحويجه اللي هي البودر، بلاش تحطوا السايله، مش افضل حاجه. تمام. تعالوا بس اقول لكم انا بعمل هنا ايه الاول، وبعد كده واحنا شغالين هقول لكم على كل التريكات اللي هتطلعوا معاك ان شاء الله ناجح. اول حاجه انا هعمل كده كحك بحشوه العجوه. معايا هنا العجوه
كنت يعني ده نص كيلو من العجوه، عجوه بس مطحونه دي، يعني انا جايباها، خلوا بالكم تكونوا جايبين من حد كويس، تكون عجوه ومطحونه. فانا حطيتها كده في الحله على معلقتين من السمنه، هحطها على البوتاجاز لما السمنه تدوب معايا بس كده، تسخن معايا، تفك كده من بعضها، وبعد كده هدعكها بالعجوه كويس جدا. هنا كمان هعمل حشوه ملبن. جبت البوله دي كده وحطيت فيها كده يعني حوالي ربع كيلو من الملبن. طبعا انت هتحطي الكميه الحشوه دي على قد ما انت هتعملي، وعلى قد كميه الكحك اللي انت هتحشي بيها الحشوه دي. حطيت كده ربع كيلو من الملبن، حطيت عليه معلقتين من السمنه. السمنه طبعا دايبه كده، مش سخنه ولا حاجه، بس دايبه كده او سايحه، علشان ايه؟ اعرف ان انا ادعك بيها الملبن. الناس اللي بتحط الملبن كده قطعه بحالها، لا، ده بيبقى طعمه احلى بكتير جدا. دعكت الملبن كده كويس جدا مع السمنه، بيضطر بقى خالص، وبيبقى كده ايه، عامل زي العجميه بالظبط. السنه اللي فاتت عملت معاكم حشوه العجميه، وعملت معاكم كحك بحشوه العجميه. هسيب لكم الفيديوهات دي في نهايه الشاشه، وهسيب لكم برضو طريقه عمل العجميه في نهايه الشاشه. اهم حاجه كده ان انا عجنت الملبن كويس، وبقى دلوقتي هضيف له شويه كده من المكسرات. تقدري تحشي بيه ساده زي ما هو، وتقدري تضيفي مكسرات. انا ضايفه هنا مكسرات مجروشه كده شويه، جوز على لوز على عين جمل على بندق، على كاجو على سوداني، مكسرين كده مجروشين خشن، وقلبتهم كده مع الملبن. تقدري طبعا تضيفي جوز الهند سوداني مجروش، تخليه ساده الحشوه اللي تعجبك. تمام. خلاص كده بقى عجنتها كويس كده، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اكورها. هجيب طبق كده وهعمل كور صغيره كده على قد الكحكه، بلاش نكبرها قوي، زي ما انتوا شايفين كده اهو بالشكل ده، يعني حاجه صغيره كده تبقى ايه، على قد كحكه صغيره. انتوا عارفين انا بعمل الكحك صغير، وكان جالي برضو سؤال عليه يعني تعليق عليه قبل كده في اللي هو بتاع السنه اللي فاتت، لا اللي قبله ده. وهو الكحكايه بتبقى صغيره كده بتبقى احسن وافضل بكتير. يعني الكحكايه كده بتاخديها تاكليها كده على قطمه واحده او قطمتين، بتبقى حلوه. هعمل بقى الكميه كلها كده اكورها معايا عشان تبقى جاهزه كده، وهجيب بقى الحشوه بتاعت العجوه عشان نعملها هي كمان. اهو بقت بالشكل معايا ده، خلصتها كده. هجيب بقى العجوه معايا او حشوه التمر، عشان حبايبنا اللي خارج مصر ما بيسالوني ايه العجوه دي، هم عندهم اسمها تمر، عندنا هنا بنقول عليها عجوه. فالتمر كده بعد ما دعكته كده بمعلقتين سمنه وبقى ناعم زي ما انتم شايفين، ضفت بقى عليه شويه كده من السمسم، وهبتدي برضو اشكله كده الكور صغيره برضو كده. وخلاص كده هيبقى بقت الحشوات جاهزه معايا. هجيب بقى الدقيق، وهنبدأ برضو اضيف بقى عليه علشان نعجن العجينة بقى بتاعت الكحك. هنا معايا الدقيق كمية زي ما قلت لكم 2 كيلو من الدقيق. هحط عليها بقى 4 معالق كبار كده من السكر. انا هنا حطيت سكر بودر، السنه اللي فاتت كنت حاطه سكر خشن، فما فيش اي مشكله، يعني كان السكر البودر عندي موجود فروحت حطاه. وحطيت كمان معلقه صغيره من الخميره دي على ال2 كيلو اللي انا عاملاهم. وحطيت معلقه بيكنج باودر، وحطيت 5 معالق كده من السمسم المحمص. بس السمسم هنا مش هحطه على الدقيق، انا حطيته هناك على السمنه. تمام. حطيت كمان رشه كده فانيليا، حطها بودر، يعني حطيت كيسين من الفانيليا. وحطيت معلقتين كبار مليانين من تحويجة الكحك. تمام. بتبقى حلوة جدا، يعني احلى من اللي هي اللي هي الزيت، لا تحويجة الكحك كده بتبقى حلوة جدا. حطيت منها معلقتين كبار. نزلت عليهم بقى كده بالسمنه سخنه، يعني ايه مش مقدوحه اللي هي لدرجه الغليان، لان لما بنقدح السمنه يعني في ناس كتير قوي بتقدحها، لا بتيجي تاكلي الكحك كده بعد ما بتاكليه بتلاقي بيعمل حرقان كده على الصدر. فبلاش يا جماعه نقدح السمنه. انا شايفه كل اليوتيوبرز عاملينها مقدوحة، لا دي بتعمل حرقان على الصدر. زمان كانوا بيقدحوا السمنة علشان بيعملوا كميات كبيرة جدا جدا، وبتقعد معاهم كتير قوي، ممكن تقعد لحد العيد الكبير. فعشان الكحك يقعد معاهم وما يبص ويعيش معاهم كانوا بيقدحوا السمنة. لكن قدح السمنة كده ان هي لدرجة الغليان بتحرق كده على الصدر، لا احنا مش عايزين كده، احنا بنسخنها وبناخدها بقى سخنة كده وبنحطها. طبعا كله بيعمل 2 كيلو 3 كيلو، محدش بيعمل كميات كبيرة زي الاول. تمام. فبلاش نقدح السمنه عشان ما تعملش حرقان كده على الصدر. بنسخنها ونخليها تسخن، وبعد كده تحطيها على الدقيق، وما تهدى شويه تبداي ان انت تقلبي الدقيق بتاعك.
تمام. انا ما بقدحهاش لان جربتها وقدحتها قبل كده، فكانت كل اللي ياكل كحك بتعمل حرقان كده على الصدر، فاحنا لا مش عايزين كده، احنا عايزين نستمتع كده بقطمة كحكاية كده حلوة وجميلة، ويعني ولا بقى فيه تحرق صدرنا ولا حموضة ولا الكلام ده كله. المهم بقى ان انا حطيت السمنه كده، وحطيت كمان السمنه اللي هي النص التاني سمنه سيحته بلدي، سخنتها برضو بس كده وحطيتها. وببتدي بقى ان انا بس الدقيق بتاعي كده مع السمنه، زي ما قلت لكم ال2 كيلو دول واخدين كيلو و100 جرام من السمنه. تمام. انا قلت لكم في الاول مقادير الكيلو، ولكن انا هنا حطيت كيلو و100 جرام، يعني الكيلو بياخد كيلو و50 جرام. انا حطيت هنا 2 كيلو و100 جرام عشان حطيت كيلو من السمنه، كيلو و100 جرام من السمنه على 2 كيلو الدقيق. وبدات ابسهم بقى كده كويس. ركزوا انا لسه ما حطيتش السوائل. بعد ما بسيته كويس جدا 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 وبقت الدقيق كله شرب معاه السمنه وبقى كده طري معايا خالص، خلاص كده بقى تمام. نزلت عليه بقى ايه باللبن. زي ما قلت لكم كيلو الدقيق بياخد كيلو الا ربع لبن. هنا هحط كوبايه ونص. تمام. حطيت الاول كوبايه وبعد كده هبتدي احط النص كوبايه، وهعجنه بقى كويس جدا. 2 كيلو دقيق ممكن ياخدوا معاكي من كوبايه ونص لكوبايتين من اللبن على حسب العجينه في ايدك، وهقولك تعرفي امتى اذا كانت محتاجه كوبايه ونص او اكتر. تمام. هنا حطيت كده ريحه اللي هي ريحه السمن البلدي، بس عايزه اقول لكم ولا عملت اي حاجه، هي كانت حلوه، ريحتها حلوه، بس ريحه السمنه مغطيه عليها خالص، يعني مغطيه عليها تماما. بس انا قلت مني وجبتها احطها. ولكن انت لو مستخدمه سمنه بلدي او سمنه ريحتها حلوه زي سمنه اللي هي بالقشطه اللي انا مستخدماها دي، مش هتحتاجي لريحه سمن بلدي خالص. هنا انا قعدت اعجن في العجينه ولقيتها لسه ناشفه ومفروله معايا، فضفت كمان نص كوبايه من اللبن، وهضيف برضو كمان نص كوبايه، هضيفها تدريجيا كده. فهنا ال2 كيلو خدوا معايا كوبايتين من اللبن اللي هو المج بتاع الشاي العادي ده. تمام. هنا بقى ببدأ ان انا اضيف كده اللبن واعجنها، اقلبها كده كويس في بعضها. وبعد كده ببدأ ان انا اختبرها، اخد واحدة كده واكورها، ضغطت عليها كده ما شققتش معايا كده، العجينة معايا تمام. شققت وعاملة شقوق كتير، يبقى هي لسه محتاجة سوائل، هتضيفي لها كمان شوية لبن او شوية مية. ممكن تستغني عن اللبن خالص وتضيفي مية. لقيتيها شققت حاجة بسيطة قوي، يبقى هي محتاجة ايه؟ تلفيها شوية كمان، تعجنيها شوية كمان، عايزين تعجنيها لحد ما تبقى طرية، بس في نفس الوقت ما نعجنش فيها جامد عشان ما تديش معانا عرق. خلاص كده العجينة جهزت معايا. هبتدي بقى ان انا ايه اكورها، طبعا على قد حجم الكحكه زي ما انت عايزه. هنا الكحكه انا بوزنها لكم، لو في حد عايز يستخدمها بالميزان هتبقى الكحكايه الساده حوالي كده ايه 20 جرام، ولو هتحشيها خليها 17 جرام. تمام. بس كده. طبعا لو انت هتعملي بالكحكات يفضل الكحكات الصغيره، لو انت حابه حجمها كبير مفيش اي مشكله. هبدا بقى ان انا اعملها كده الكحكه. هبدا بقى ان انا خلاص انقش الكحك وارصه في الصاج بتاعي كده. ممكن تعملي بالبصامه، ممكن تعملي بالمنقاش، ممكن تعملي بالشكل بتاع الكحكه زي ما انت عايزه. والتسويه بقى هنسوي على فرن درجه حراره 200، ما تبقاش هاديه، تبقى 200. الناس اللي بتقولي بنسوي على 180 او 160 لا بلاش، النار كده هتبقى هاديه، فالكحكه هتقعد في الفرن كتير، هتتحمص والحشوه هتنشف جواها. فالكحك بنسويه على درجه حراره 200، بتحطيه على الرف الاوسط ودرجه حراره 200، يعني بياخد ايه حسب بقى الفرن بتاعك، بياخد مثلا ربع ساعه من 15 ل 20 دقيقة، وخلاص كده بتبدأي تطلعيه. ما بياخدش لون بني خالص، هو مادام خد لون من تحت كده على خفيف خلاص بتبتدي تطلعيه. ما بيبقاش لونه غامق، يعني ما بيبقاش لونه كده ذهبي قوي ولا بيبقى ابيض، يعني بياخد لون حلو كده، وبنبتدي ان احنا نطلعه. وطبعا بتشوفي ان الكحكايه خلاص استوت. خلصت الكميه بقى معايا كده زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا اسوي وهطلع لكم اول صاج كده واوريه لكم. زي ما قلت لكم على التسويه درجه حراره 200 ويطلع معاكم زي الفل زي ما انتم شايفين. بصوا لون حلو كده، واخد لون كده يعني لون ذهبي كده او لون الذهب كده زي ما انتم شايفين. هي الكاميرا جايباه غامق شويه وجايباه كبير شويه العجن، عايزه اقول لكم هو يعني حاجه كده في منتهى الجمال والريحه بسم الله ما شاء الله. بصوا انا حطاه على الرف الاوسط، طالع واخد لون من فوق من تحت كده زي بعضه، وفي منتهى الجمال، والحشوه من جواه كده طريه وجميله جدا جدا.
حشيت يعني نقشت كده بالمنقاش اللي هو بالعجوة، وعملت بالبصمة اللي هو السادة، وبنوع تاني كده نقشة مختلفة بالملبن. فانا عملته نقشات مختلفة عشان ابقى عارفة ده ملبن بحشوة ملبن، وده حشوة عجوة، وده سادة عشان يبقى معروف. بصوا شايفين الحشوة من جوه عاملة ازاي، وتقطمي كده ولا الحشوة فاصلة عن الكحكاية ولا اي حاجة، وطالع في منتهى الجمال. اهم حاجة التركات والخطوات اللي بتعملي بيها، اهم حاجة الدقيق بتاعك يكون نوعه كويس، اهم حاجة السمنة تكون ريحتها حلوة، وتبسي العجينة كويس جدا جدا. وانتي بتعجنيها او بتدعكيها، مش هنقول عجن لان هي بتدعك بس كده في بعضها. تخليها كده تبقى لينة كده في ايدك وطرية، وما تشققش معاكي كده، بقت العجينة بتاعتك معاكي مظبوطة. تشكلي بقى زي ما انتي عايزة. خلصتي بقى الكمية كلها كده ما شاء الله اللهم بارك. ده كمان اللي هو بالمحشي اسمه ايه، بالملبن. ده محشي ملبن ومكسرات. عايزه اقول لكم والله حاجه في منتهى الجمال. وده الساده اللي انا عملته كده بالسكر وخلاص كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اعملوا الكحك بالتركات اللي قلنا عليها، يطلع معاكي كحك ناجح وجميل جدا. كل سنه وانتم طيبين. لو وصلت لحد هنا لسه ما حطيتش لايك للفيديو حط لايك، واسيبكم في رعايه الله. اشوفكم في فيديو جديد على خير، واستنوا ان شاء الله فيديو البسكوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.